الشعب المغربي يا ترميه أخي علينا. يا حبيبي، المغاربة طلعوا وعتوا بوثائق، أنت تتكلم الآن كلام في الهواء. ام وثائق شنطه أن كذلك لحظة جزائريه. لحظة لحظة لحظة. طلعت تفضل. بوسبير. لا يوجد شيء في المغرب اسمه بوسبير نهائيا. لا توجد. عندكم أنتم اوكي. شوارع اسمها، لحظة اصبر، قفل سد. أنتم عندكم شوارع اسمها بوسبير، وعندكم مدينة تقريبا اسمها بوسبير. حتى مسجد أم حسن موجود عندكم. ادخل أنت في جوجل إيرث، تشوف مسجد أم حسن وبوسبير، شارع بوسبير. بوسبير ما كانش موجود في المغرب خالص. هذا من ضمن البلاوي الذي جاءت للمغرب عبركم أنتم. لا تخش تذكروا ولا يعني لا تجرحوا، لأنه ممكن الآن يدخلوا ويمرمطوك يعني. يقول لك أم حسن دقيقة، لا تفتحش الميكروفون، دقيقة خليك. أنا أكلمك عن أم حسن صاحبة بوسبير، الذي جلبوها المستعمر الفرنسي عشان تأسس لهم بوسبير في الدار البيضاء. أنتم الآن خلاص بوسبير نسفت لدرجة أن أنتم أنفسكم الحمد لله ما عاد نسفت لدرجة أن أنتم أنفسكم الحمد لله ما عاد تستطيعوا تقولوا للمغاربة يا بوسبير. لأنه بوسبير حتى في الخرائط تدخل تبحث في الخرائط لا يوجد في المغرب شيء اسمه بوسبير خالص نهائيا، لا قديما ولا حديثا. بينما أنتم عندكم الاسم في الشوارع وفي المحلات، وحتى أم حسن موجودة مسجد باسمها وغيرتوه. مسجد الصالحين بعد مسجد الطالحين بعد الساحقات الماحقات، ما أدرين أنتم إيش سميتوا أيضا بالضبط. طيب يا أخي، مقبرة الشهيدة أم حسن. معليش نجاوبك اسعد. تفضل. بالله عليك يا اخ اسعد، هل صدقت باللي يوجد مسجد ام حسن وكاع؟ هذيك فوتوشوب. اتحداك تدخل امامها وما تدخل دروك في جوجل مابس، تكتب مسجد ام حسن اذا يطلع لك، تكتب بوسبير يطلع لك في كازا، مسجل في عندك اليونسكو. المملكه المغربيه سجلت بوسبير في اليونسكو، سجلته يا اخي بتنكر. لا يا ولا رجل، توجد موجود في اليونسكو. في الجزائر توجد اسمه بوسبير ماشي بوسبير، كاين هي فرق بين هي بوسبير هو وبوسبير. هي زبير بالمشرقي، بوسبير لا زبير. علاقه له ببوسبير يا اسعد. لا هي يا تنح، هي كيف يا انا زبير والله. اسعد مسكين. والله هي والله والله العظيم. يا اخي اسعد اقسم. يا حبوب، والله الشعب بوزبير. المغربي المسكين هو. لحظة، الزبير تفضل. بن العوام تعرفه؟ حاشا طبعا، حاشا أن يكون. اه لكن كلمة زبير هكذا تنطق. أنتم بلهجتكم بوسبير بوسبير، او حتى اذا كتبتها بالانجليزي او كذا سيكون حتى حرفها مدخل الاس، وبالتالي بوسبير ستنطق بوسبير. موجود يعني في جواز السفر المغربي. بو زبير الجزائري هذا هو نفسه بوسبير، هو نفس الشخص نفس التسميه يعني ديالكم. وانت مصر ديالنا. تنبش يا اخي. يعني انت انت مصر مصر تنبش. تنسب بوسبير لنا، مصر بتنسبها لنا، لا، العالم كله يعرفها يا الدليل اسعد. الدليل انكم صمتم، ما عدتم تجرؤون ان تقولوا بوسبير، ما لانكم تعلمون تقدرش انها تقصي اي زايده. عربي تقول له بوسبير اين تقع يقول لك في كازا، ما غاديش تقدر تنسبها لينا. حتى ام حسن ما غاديش تقدر تنسبها لينا، لان لا توجد عندنا هذه الاسماء. في المغرب توجد ام شنطه، ام حسن، بزاف اسماء. طيب احنا جزائريين. انا عندما طيب اتكلم مع عربي يقول لي انت بلد جزائري، طيب احنا جزائريين. انا عندما طيب اتكلم مع عربي يقول لي انت بلد المليون ونصف مليون شهيد. مين مغربي يتكلم مع سعودي وكاع يقول له يا ابن ام شنطه. كاين فرق بين الجزائري والمغربي. كفاك طيب تضليل يا اسعد. انت طيب بنفسك قلت المغرب اليوم في اوسخ صوره، بنفسك طيب قلتها. انا اسمع، لا تكونش تقولني حاجات، خليك بعيد. اسمع انا انت. حاسس بيك ولا لحظه حاسس. لحظه 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 انت تتفاخر بمليون ونص شهيد. يا اخي حتى عندكم الصخور شهيده. البلارج عندك طلع شهيد. طائر طائر حاكمته فرنسا والصخره. يا اخي اذا عندك مليون ونص شهيد، لماذا سميت الملعب بملعب مانديلا؟ لماذا لم تسمي باسم شهيد؟ اسمع، قفل. كاين ملعب الشهيد احمد زابانه، كاين بزاف قفل يا ملاعب اخي، اسماء لكن. قفل يا اخي، قفل. سموه ملعب بوزبير علشان يكون ضابط. شوف، المغاربه تقول لي بو شنطه، وهذا كلام سخيف على فكره. المراه المغربيه محترمه والمراه الجزائريه محترمه. احنا عندما نقول بوزبير احنا نتكلم عن وثائق تاريخيه طلعها واحد مغربي، ما استطعتم ان تردوا عليها. ومن يوم ام حسن وطلعها لكم بالأدلة والمحاكم، وأين حُكمت وكيف جلبوها الفرنسيين وأين كانت وفين عاشت. يعني الرجال الجماعة بيتكلموا معك بوثائق وأنت كلام فاضي.
تطلع تقول لي ابو شنطه ام شنطه. يا اخي على فكره، اذا السنتكم طويله على المراه المغربيه باستطاعتهم هم ان يطلقوا السنتهم على المراه الجزائريه. يعني عيب، احنا كلنا عندنا امهات، عندنا اخوات، عندنا محارم. لماذا دائما يقول له السعودي يقول لك ام شنطه؟ يا اخي المغاربه يتفاخرون بالموحدين والمرابطين وبيوسف بن تشفين، وعندهم ثوار وعندهم رموز، عندهم كل شيء. ايش تريد؟ لماذا تستهينون بدوله ان ذكرتم التاريخ تفوقوا عليكم، ان ذكرتم الهويه تفوقوا عليكم، إن ذكرتم الانتماء والعمق، الإرث، تفوقوا عليكم. حاولوا تتسلقوا في المغرب هكذا لعلكم توجدوا لأنفسكم هوية، ما تستطيعوا. أنا أتمنى أنك تبتعد عن مسألة أم شنطة وأم خرطة وأم كذا. بوسبير أنت جيت متأخر، يمكن ما عندك أبديت، خلاص حسم الموضوع. بوسبير حسم، والكلام الذي كنت أنت جيت متأخر، يمكن ما عندك أبديت، خلاص حسم الموضوع. بوسبير حسم، والكلام الذي كنتم ترددونه لا تستطيعون اليوم. أتحدى اليوم أكبر شنب جزائري يطلع يقول بوسبير يعير المغاربة، خلاص.